بوتاسيوم حضرتك بتقيسيهم في الدم؟ والكالسيوم. بتقيسيهم في الدم؟ يعني اكيد. طب ما الخلايا مالهاش علاقه بالدم. يعني الخليه، انت عمرك قست المغنيسيوم جوه الخليه؟ لا، ما قستوش. انت عماله تقيسي في الدم، انت بتقيسي في نسيج من ضمن انسجه الجسم كلها عشان تستفادي ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه. يعني معلش انا اسف، انت شايفه الاعراض اللي قدامك في العيان، ايه علاقه الاعراض دي بالفايندنج دي او الشواهد التحليليه دي؟ انا اللي حاطط لك الرابط، مفيش اي حاجه بينهم وبين بعض اسمها كوزاليتي، مفيش سببيه، والا ما كانش الانسولين ساعات يتاخد والسكر ما يوطاش. صح؟ ليه؟ ليه؟ ما تقولي لي انت، مش هم بيقولوا الانسولين هو العلاج؟ ليه ما بيوطيش السكر دلوقتي؟ هيقول لك حصل مقاومه. طب الجسم قاومه ليه؟ هو ده السؤال. اللي هي مقاومه الانسولين. حضرتك انت هم اللي يردوا عليا بقى، يعني حضرتك مش هتعرفي ترد عليا. ليه؟ لان هم مش عارفين. هم لو عارفين كانوا طلعوا قالوا. يعني كان طلع قال طب انا الانسولين الجسم بيقاوم الانسولين بتاعي، طب انا بديه من بره، طب بقاومه ليه؟ مش ده العلاج؟ هو في حاجه اسمها جسم يقاوم العلاج؟ يعني ده نونسنس. يعني هو كلامه اصلا يقع من غير انا ما اتكلم. انا ما اعرفش الناس سكتت زي 100 سنه، يعني استنوني انا اتكلم ليه؟ ما اعرفش. يعني ازاي ما طلعش دكتور في ال 100 سنه دي فكر شويه ان الناس كلها بتموت بالهايبوجلايسيميا، بالسكر اللي بيقع؟ ده اول علامات فشل الكبد ان السكر يوطى عن المعدلات الطبيعيه. يعني معنى كده ان انا بقيس كبدي بمستوى السكر في الدم، لانه تصنيعه كله. حضرتك فاهم قصدي ولا لا؟ الاسيتون والسكر واليوريا، ادي 3 حاجات اهم، كلهم تصنيع كبدي، ما لهاش علاقه خالص باكل حضرتك. كبدي هو اللي بيصنعهم اوتوماتيك، وبيصنعهم حسب حاجه جسمي. فدي غسيل كلوي وادي سكر، فاهم قصدي؟ كل ده اتعاملنا على اساسه غلط، والا ما كانش الناس ماتت كده على مكان الغسيل، ومات وهو بياخد الكيماوي، ومات وهو بياخد الانسولين. لو هو ده العلاج، لو السكر هو سبب الامراض ده مثلا، يبقى بتوطية السكر الامراض تختفي. لا، ما حصلش. ما حصلش. السكر احنا وطيناه الحمد لله بكل الادويه اللي نعرفها، ومع ذلك الامراض ما خلصتش، الامراض زادت. حطي لي سبب، انا بقى حلتها خلاص. طيب، بما اني عندي تجربه مع المرض ده، اديني بروتوكول اللي بتديه للمرضى اللي لا، ما اديكيش بروتوكول. مفيش حاجه اسمها اديني بروتوكول. الممنوعات. لا، ممنوعاتي موجوده على الصفحه، ما بحكيش فيها النهارده. يعني ما بتكلمش في نظامي كله، لا، نظامي اصل هو معقد وبعدين متغير. يعني مثلا الشهرين اللي فاتوا منعت البطاطس لان كان فيها مبيدات، وقبلها بشهرين منعت اللحمه عشان كان فيها مشاكل. من شهر 5 اللي فات انا ما اكلتش لحمه خالص.